السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان أهمية الفلسفة للإنسان والمجتمع. هناخد النهاردة بإذن الله أهمية الفلسفة للإنسان. في البداية عايزين نعرف مين هو الفيلسوف. عايزين نعرف دلوقتي يا شباب مين هو الفيلسوف. الفيلسوف هو عضو يعيش في جامعة قبل أن يكون فيلسوفا، بيتأثر بالأحداث مجتمعه وبيأثر برضو فيها. نظرته العميقة وتحليله المستمر للمبادئ الأولى والعلل البعيدة لمختلف ظواهر المجتمع خلته أكتر دقة وأشد استيعابا من الأفراد العاديين. الجهد الفلسفي أصبح أكثر ارتباطا دلوقتي بالبحث في مشكلات الإنسان والمجتمع عن البحث في مشكلات الكون والوجود اللي كانت قبل كده. لو احنا جينا دلوقتي يا شباب نشوف أهمية الفلسفة للإنسان، هنلاقي عندنا أول حاجة اللي هي إثارة وتعميق الوعي الفردي للإنسان، الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات. تالت حاجة اللي هي تأكيد الإيمان والثقة بقدرة الله. أول حاجة عندنا إثارة وتعميق الوعي الفردي الإنساني. تثير الفلسفة عندنا الوعي عند الإنسان وبتمكنه من الإدراك العميق، فتوقظه من ثباته وبتجعله يتعقل حياته بشكل واسع بدل من أن يعيش الحياة على علتها، يعني على حالتها. هنا الوعي الفلسفي بيمكن الإنسان من الكشف عن مضمون الحياة ومعنى الحياة وإدراك أهدافه وتطوير حياته وفقا لأهداف أخرى أكثر عمقا من أهدافه الحالية. كمان إدراك ماهية نفسه وحدود حريته ومكانته في الوجود عامة والمجتمع خاصة. مثال على كده يا شباب اللي هو دراسة الفلسفة بتمكن الفرد من رفض بعض العادات القديمة زي عدم الاهتمام بتعليم الفتيات، وبتسعى للتأكيد على أهمية التعليم للجميع سواء كانوا ذكورا أو إناثا. تالت حاجة هنا اللي هو الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات. بتساعد الفلسفة هنا الإنسان على تنمية تفكيره والارتقاء بمستواه العقلي، وده عن طريق استخدام الإنسان للتفكير العقلي المجرد والأدلة المنطقية من أجل تدعيم وجهة نظره في الحياة. كمان معرفة الإنسان لآراء ووجهات نظر الفلاسفة في حل كتير من المشكلات اللي بتواجههم في حياتهم بتمكنه من استخدام عقليته الناضجة في حل مشكلاته الخاصة بطريقة سليمة. مثال على كده دارس الفلسفة بيتميز بسعة الأفق والمرونة الفكرية، فهو يتمكن من مواجهة كثير من المشكلات اللي بيعاني منها الشباب زي البطالة وضيق الحال، فهو يسعى لعمل مشروع خاص مع أصدقائه لكي يتغلب على الأزمات الاقتصادية. ثالث حاجة عندنا اللي هو تأكيد الإيمان والثقة بقدرة الله تعالى. الإيمان عندنا بالله له جانبين. الجانب الأولاني اللي هو جانب أساسي اللي هو موروث، غالبية الأفراد بيؤمنوا بالله وبالرسل واليوم الآخر وغير ذلك من أمور الدين، وبيكون إيمانهم طبيعيا بسيطا بيعتمد على التسليم بأمور الدين كظاهرة موروثة من الآباء ودون مناقشة عقلية. الجانب الثاني اللي هو جانب عقلي برهاني عميق. الفلسفة هنا بتبث الثقة في نفس الإنسان وبتؤكد إيمانه بالله على أساس من الاقتناع العقلي. فالفلسفة هنا بتجعل إيمان الفرد بأمور الدين قائما على أسس برهانية مقبولة في ضوء العقل بدلا من المسلمات والمسلمات الموروثة والأدلة اللي بيتناقلها الآباء من الأجداد. مثال على كده دراسة الفلسفة بتمكن الفرد من الفهم الصحيح لأمور الدين، فهو لا يميل مثل البعض للاستكانة والخضوع والضعف واللا فعل، لأن هنا المؤمن نجده بيسعى مع اليقين بعطاء الله. فدارس الفلسفة ما بيخلطش بين معنى التوكل والتواكل.